اليوم مع الشباب رايحين وين؟ سوق السحاب. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على القناة مع الشباب نعم. يوسف صفية وصفية. اليوم جايين سوق صحار التقليدي عشان نشوف المحلات ونشوف الأمور والأشياء القديمة. الأشياء القديمة. تحب الأشياء القديمة؟ أتمنى أشوفها. وأنت يوسف وش قاعد تسوي هنا؟ الأشياء القديمة يعني أشوف الأشياء القديمة عشان يدوتي الله يرحمهم. الله يرحمهم إن شاء الله. إنزين يلا تعالوا ونشوف. شفت اللوحات؟ انتي صافية تعرفي ترسمي؟ تعرفي ترسمي نفس الرسمات؟ انا اعرف ان الرسم شحلة. وش رايش نسوي لش معرض نفس هذا؟ شوفي هذا. شوفي هذا كأنه صحار صح؟ ولا مسقط؟ وهذه تعالي نشوف هنا. زين زين. وهذا من؟ هذا اللبس التقليدي صح؟ وهذا وش اسمه؟ قحلة. صنعوها من وش؟ من الفخار. شيء هنا بعد؟ هذه بنت اللبس التقليدي. زين. الله. وهذا وش هذا؟ وهذا وش؟ ما زمان أول كانوا كذا يلبسوا صح أول؟ أنتي عندك نفس هذا اللبس صح؟ أيوة. ها يوسف. أنت يوسف مع السيارات ما تحب هذه الأمور صح؟ وش من السيارات تحب؟ يلا مشينا. يلا. وش هذا صافي؟ اللبان. من وين يجيبوا اللبان؟ من صلالة. انت تحب ريحة اللبان؟ يلا تبخري. بما انكم شفتوا اللبان بعطيكم معلومات يمكن اول مرة تعرفوها عن اللبان. تعرفي يا صافي انه كانوا الفراعنة اول يجوا صلالة يشتروا اللبان؟ ايوه. تعرفي؟ ما شاء الله انت ذكية. انت يوسف تعرف؟ معلومة جديدة؟ تعرف الفراعنة اللي بنوا الاهرامات كانوا يجوا صلالة وش يسوون؟ يستخرجوا اللبان عشان يتبخروا في مصر. ايوه في مصر. يبخروا الاهرامات. اهرامات. ايوه صح ولا غلط المعلومة؟ صحيح؟ ما شاء الله انت ذكية صافي. انت يوسف ما درست هذا في المدرسة ولا بعدكم؟ بعدكم ما درستوا عن اللبان في المدرسة؟ اللبان من زمان دارسين عن اللبان. يستخرجوه من الأشجار. صح. استخرجوا. نسيت تبخر. اشوف. روح تبخر. تحب ريحة اللبان انت؟ والله؟ انت تحب ريحة اللبان قلتي صح؟ صحيح؟ هذا طبعا واحد من المحلات الموجودين في سوق سحار القديم.
اسمه الجنان لبيع المكسرات والبن والتوابل. خلنا ندخل ونشوف الأشياء الموجودة في المحل. أشياء مع الشباب. تشريف. أيوة. يسألون، هذا لازم يعرفوا عن الأشياء والمنتجات اللي تصنعها نحن كعمانيين. صحيح. طبعا نحن ما متخصصين في البهارات، نحن كل تخصصنا في البهارات. ما شاء الله. واغلب البهارات اللي نعملها هنا نعملها بنفسنا يعني كعمانيين. ما شاء الله. ما معنا وافدين ابدا، الحمد لله رب العالمين. كله منتج عماني. كل منتج عماني، في معنا بهارات متخصصه للحم، للسمك، للدجاج، للبرياني، للصالونه، للكبسه، للمقالي، لكل شيء. ما شاء الله. بالاضافه الى شيء مخلوط وباقي الاشياء. معنا ايضا اللبان، معنا الصمغ العربي والزيوت والاعشاب. في معنا ايضا نوعين او 3 انواع من القهاوي، هذه القهاوي معروفه متميزه الحمد لله، قهوه الكرم وقهوه المكارم، ومعنا قهوه الجنان. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. وطبعا بنفسنا قايمين على العمل سواء هنا او في المصنع، كل عمانيين الحمد لله. يعني عندكم بعد مصنع؟ معنا مصنع، نعم، مصنع كامل متكامل بكل خطوط الانتاج يعني. وهذا فرع كم الوحيد؟ هذا الفرع الوحيد. لكن في معنى اللي في العلب هناك، كل اللي في العلب هذا كله موجود في كل ولايات السلطنة، موزع في جميع الهايبر ماركتات. ما شاء الله. الجنان للبهارات. الجنان البهارات. اما اللي في البوادي هذا فقط نبيعه هنا. حصر. هذا خاص وحصر حد. اي نعم. وطبعا هذا واحد من المحلات الموجودة في سوق اسحار، اسمه زاهي بوتيك. طبعا المنتجات الموجودة فيها كلها منتجات عمانية، عطور مصنعة بأيدي عمانية، وأيضا توفر عندهم توزيعات خاصة للمناسبات. أيضا المحل فيه منتجات أخرى مثل الحقائب متوفرة أيضا، والمباخر، وبعض من ملابس المختصة حق الأطفال والإكسسوارات النسائية. أيضا يوجد واحد من أشهر الماركات العمانية للعطور، محل أطياب الملاك للعطور. حياكم الله. طبعا منورينا اليوم، وطبعا هذا براند عماني، شركة عمانية بالمختصر، يعني جميع العطور مصنعة في عمان. وثاني شيء يبان عطر قابوس السلام، هذا العطر حاز على أفضل عطر على الشرق الأوسط كامل عام 2020. أيوة، من أشهر العطور أصلا المعروفة. طبعا في عندنا عروض على 3 عطور، اللي هو أول عطر هونر، وعطر إيمي روز، وعطر فينيزيا. ال3 العطور كانت قيمتهم الواحد 16 ريال، الحين ب3 16 ريال.